هل سمعتم يوما عن النادي الذي عرض عليه دوري الأبطال كجائزة ورفض أن يتوج به؟ في عام 1993 وتحديدا في دوري أبطال أوروبا المباراة النهائية يتواجه نادي اس ميلان الإيطالي مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي. انتهى اللقاء بفوز مارسيليا بنتيجة 1-0 وتتويجه باللقب. بعد ذلك يتم الكشف عن فضيحة تعاطي المنشطات من قبل لاعبي نادي مارسيليا، وعلى إثر هذه الفضيحة تم إنزال نادي مارسيليا إلى الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي، ولعب نادي ميلان النهائي بدلا عنه. وهنا حاول الاتحاد الأوروبي الاعتذار لميلان وعرض عليه أن يسحب اللقب من نادي مارسيليا ويتوجه به. هنا الرئيس التاريخي لنادي ميلان بيرلسكولي يرفض العرض ويقول: لن أضع في خزائن النادي لقب لم أتوج به في أرضية الميدان، ومنذ ذلك اليوم لقب ذلك النهائي بنهائي العار.